السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا الكبدة من عند الجزار، جميلة جدا. انا اللي جايباها ومقطعاها، وهنزلكم فيديو بتاع التقطيع. معانا الكبدة بتاعتنا هتتقطع، ما بتتغسلش خالص، واحطها في مصفى عشان تنزل السوائل اللي فيه. هنجيب الهون بتاعنا، هنحط فيه توم، وهنجيب فيه عليه فلفل، وهنقطع فلفل، وهنجيب معانا كمان شوية من الكزبرة، شوية من الكمون، وشوية من الملح، وهمسكهم وادقهم في المدق، وبعد كده هركنهم على جنب. بعد كده معانا بعد ما اركنهم على جنب، هاخد معلقة منهم واقوم حطاها على الكبدة وهي في المصفى، بطعمها بيها قبل ما اعمل فيها اي حاجة. وهي زي ما انتوا شايفين ده شكلها في المصفى هون، واسيبها شوية. وبعد كده هجيب معانا طاسة على النار او حلة على النار، فيها شوية من السمنة، معلقة ونص سمنة مثلا على النص كيلو كبدة، واسيب السمنة لما يعني تتقدح سنة. وبعد كده اروح نازلة فيها، نازلة في الطاسة بتاعتنا او الحلة بتاعتنا اللي انا هعمل فيها، او الصينية على حسب ما انا هعمل. وبعد كده انزل عليها بحركة دائرية كده، وبعد كده اقطع عليها شوية من الفلفل. ممكن اجيب ربع كيلو على نص كيلو على حسب الفلفل الموجود عندي. وبعد كده اروح جاية حط عليها كمان معلقة من الخلطة اللي انا عملتها دي، جميلة جدا مش وحشة ومطعماها. لو لقيت الملح بتاعنا قليل احط ملح، ما كانش اظبط الملح واحط كمون وكزبرة، واسيبها على نار هادية تستوى براحتها. بعد كده هقدمها بشكل سهل وبسيط، مش هتاخد يعني مني سوى يعني كتير، وخليني دايما مهدية عليها عشان ما تتحرقش مني. بعد كده كان معانا رز بشعرية، كان معانا 4 كوبايات رز، عليهم كوباية من الشعرية. غسلت الرز وجبت حلة وحطيت فيها شوية من الزيت وورقة غار، وحطيت كوباية الشعرية معانا، استوت واتحمرت معانا. حطيت الرز وعليه الملح، وحطيت القعد بتاعنا وغطيت عليها وسبته يغلي ونشف، وهديت عليه. بعد كده ده شكلها هون، وانا بحطها في الصينية اللي انا كنت هعمل فيها. بعد كده عملت معانا طحينة. جبت الطحينة اللي هي البوادر او اي نوع عندك طحينة، مش لازم البوادر اللي هي المعلبة دي. هجيب عليها ليمونة كبيرة اعصرها، واجيب 2 من الثوم، وهجيب معانا كمان شوية من الفلفل الاسود، وشوية من الملح، وشوية من الكمون، معلقة من الخل، وشوية من زيت الزيتون او زيت المطبخ العادي، وهقلبهم. ومعانا على الكوباية 200 جرام الطحينة كوباية مية دافية، او على حسب ما انا عايزاها تكون تقيلة او خفيفة، بس المية ما تكونش سخنة قوي ولا تكون باردة، تكون ايدي تستحملها. وكان معانا كمان شوية من الفلفل اللي انا عملتهم في الهون، ما استخدمتهمش كلهم. جبت معانا عصير ليمون عليهم، وحطيت شوية من الخل، وجبت معانا 2 قطع من الطماطم، ورحت فتحاهم، ورحت حاطه الطماطم فيها في الخلطة دي، ورحت مغلفاها كلها من جوه بالخلطة اللي انا عاملاها زي طماطم مخلل كده. ودي شكلها هون، ودي شكل الأرز معانا بعد ما كان سخن واتعبى في الأطباق. وده شكل الطحينة معانا، وده شكل الكبدة معانا. لو ما تنسوش تعملوا له لايك وتصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.